شكون عام اختي زهيرة دابا؟ انا عندي 36. 36 عام. واش طلقتي ولا باقا؟ لا طلقت، عندي ورق بانني مطلقه دابا عامين ونص باش طلقت. يعني مطلقه وباقي شابك؟ اي مدينه هذه هي مدينه الرابعه. مشيت لبوزنيقه، مشيت للخيرات، مشيت لقنيطره تقريبا شي 4 الديور. مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث مباشرة من مدينة المحمدية. القصة اللي غتسمعوا اليوم من بين أكثر القصص مؤثرة. القصة اللي غتسمعوا اليوم ما تمناولش شي واحد أنها تصرى ليه ولا توقع لشي واحد من العائلة ديالو. ظاهرة شابة اللي نقدروا نقولوا أن كان الحلم ديالها أنها تتزوج بحال جميع البنات. تزوجات بواحد كيف ما كنقولوا حنا شاف كويزيني. في الأخير الصدمة ديال العمر ديال ظاهرة هي أنه السيد اللي كانت مزوجة به طلع بزناز وتاجر ديال المخدرات وتاجر ديال الكوكايين. ملي عاقت به كان باغي يقتلها، وصلت به لدرجة أنه خلص خوتها باش أنهم يصفيوها لولادها اللي هما تا هما ولادو. اختي ظاهرة السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عاودي لي من الأول اختي، كيفاش تعرفتي على هذا السيد وكيفاش تزوجتي به اختي؟ بسم الله. انا هاد السيد قرب الميكرو شويه. ايوه، انا هاد السيد تعرفت عليه في موقع ديال الشاط بصراحه. يعني انا ما كنتش نعرفه ولا كنت عندي شي علاقه معاه ولا كنت نمشي ونجي معاه. تعلمت يعني دخلت الموقع بصراحه هروبا من شي حوايج كانوا عندنا في العائله ديالي. يعني انا هربت غير باش نتفك من خوتي. علاش تفكر من خوتك؟ شنو كانوا دايرين لك اختي صغيره؟ انا عارفه هادشي اللي غنقوله دابا يقدر بزاف الناس وبزاف الناس غيشكوا فيه، ولكن انا ما عنديش مشكل. انا مستعده نموت، انا ما عنديش مشكل. انا جيت دابا باش كنشوف، يعني انا جيت لايف باش نقول لهذوك الناس اللي انا تابعيني وكيتبعوني من بلاصه لبلاصه واللي كيحاولوا انهم يخوفوني. انا ما غاديش، انا ما كنخافش. انا اللي كنت انا بسببي غتغير الوضع وغادي يبان حقوق ديال الناس بزاف. ماشي مشكل نمشي شهيده، انا ما عمرني حلمت بها، ما عنديش مشكل. انا راحت انا السم كليته 7 المرات من خوتي. يعني انا حسيت بالحر ديال الموت. انا ما كنكذبش، ونبينا محمد انا ما كتعجبنيش ما كيعجبنيش نبان وما كيعجبنيش الفضائح. انا واحد السيده اللي كنخاف لدرجه انني كنسمح في حقي. انا كليت السم من خوتي شحال من مره وما بغيتش ندوي. علاش؟ باش ما نشوهش بابا اللي في القبر، ماشي خوتي. هاد بابا اللي تمحن علينا، بابا اللي دار لينا الدار. في الاخر تباعت ديك الدار وتلاحينا انا وامي للطنقه وكيرجعوا. خوتك لاحوك انت وامك للزنقه؟ انا غنفسر لك الخطه كي دايره. انا هاد القصه ديالي انا ما عرفتش. انا عارفه بلا الله سبحانه وتعالى بغى يمتحني، وانا كنحمدو على هادشي اللي انا فيه ولا اللي غيجي اكثر منه. لان كنامن بواحد الحاجه سميتها ربي سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. يعني انا ماشي قوه عظمى اللي كتخافوا مني وخليتو قنيطره كامله كتدوي فيا. قال لي كيقول سوبر حاده، قال لي كل واحد اش كيقول. انا راه غير بنادم بحالي بحالكم، ولكن انا ربي انا منين جبت القوه ديالي؟ عرفتي منين جبت القوه ديالي؟ منكم نتوما، من ضعفكم. ملي كنشوفكم نتوما سلطات عاليه وقريض وتابعيني انا اللي مرا عاديه ما عندي حتى شي حاجه، كنتقوى. قسما بالله كنتقوى. من ضعفكم تقويت، من ضعفكم دويت انا اليوم. قسما بالله العلي العظيم. لما ملي كنشوفكم تابعيني وكتجري ومن هنا ومن هنا وشي كيقول مراقب وشي كيقول كل واحد اش كيقول، راه انا حتى شي حاجه انا تنقولها لكم. اجي وقتلوني، اجي واديوني. انا راه شفت الحر ديال الموت عشته 7 المرات. واخا اختي ظاهره، عاودي لي من الاول كيفاش تزوجتي وكيفاش تعرفتي على السيد؟ قلتي عن طريق السيد ديال الشاط. شنو وقع ملي تزوجتي اختي حنان اختي ظاهره؟ واخا انا متزوجت عادي. انا السيد دوا معايا زوين وكنتخلق وكان كنشهد به ان السيد ما كانش بحال هكا، وان خوتي هما السبب اللي رجعوه وحش. باش ما نظلموش، ماشي حيت خايفه منه، ولكن باش ما نظلموش. حيت خوتي انا الا تبعوا شي واحد يا اما يسطيوه، حيت الا جاو يعني الا جيتي دويتي وطلبتي حقك منهم كيقولك انت مسطي، كيحطوا عليك فلوس وسلاسل. هذاك السيد ما كانش بحال هكا، كان مزيان، كان كيتعامل معايا مزيان. ولكن خوتي جروه لعندهم،
خوتي مبنيين بشعوذه بواحد الشكل خيالي، هما كيعملوا الشعوذه وكيقولوا انا تنعمل علاش، حيت انا ما تنحملهاش وحيت انا واجهتهم وقلتها لهم، قلت لهم واخا يكون اخر عمري اخر نهار في حياتي ما غنمشيش في ديك الطريق، ولا انا منصوره اليوم ولا انا حيه اليوم، حيت انا مشيت في الطريق اللي مزيانه، وهذا الشيء اللي نتوما كديروه كامل، وهذا الشيء كامل اللي كتبعوني وتجريوا وهذا وتحطوا الفلوس، وهذا الشيء كامل كيبين لي بانني انا غادا في الطريق مزيان ومستقيم، غادا صح. واخا اختي حنان، يعني اختي زهيرة عاودي لي يعني بالتفاصيل كيفاش شاهد السيد هذا، يعني من بعد ما داركم رفضوا، يعني خوتك رفضوا انك تزوجي، كيفاش تزوجتي به وعلاش تزوجتي بها زهيرة؟ بيه ضدهم، تزوجت بيه ضدهم باش نهرب من داك الجو ديال العائله، حيت هما كانوا باغيين يمتلكوني، باغيين قالوا هاد السيده غتبقاي مقابله، غتجلسي في داركم غتقابلي امك وغتبقاي تسخري علينا حنا. اني كانت حياتي انا ما فيهاش ما عايشه وصافي، عايشه بالكلمه وصافي، اما حياتي كون نهار كنفيق كنقول يا ربي شنو غيكون غدا، فين غنمشي عند الاخرى ولا غنمشي عند الاخرى، وشنو درت حتى شي حاجه، قلت نهرب من داك الجو اللي انا فيه وندير وصافي، ولقيته هو حنين مشي دوي زوين ومشيت معاه، بلا درت العرس حتى شي حاجه، درنا خطبه مجموعه بحال هكا، وقع فيها شي حوايج اللي ما غيدخلش الخيال العلمي ماشي مشكل، انا كنقول الحمد لله اللي بقيت حيه دابا ماشي مشكل، وصافي مشيت معاه تزوجنا بعقد شرعي وكل شيء، كان كيتعامل معايا مزيان، اين فوا دخلوا خوتي الحياه ديالنا اين فوا بدا كيخسر السيد. واخا اختي زهيرة عاودي لي بالتفاصيل كيفاش دخل عليك انه شاف كويزيني، وفي الاخر طلع بزناز ديال الحشيش وبزناز ديال الغبره كيف ما كنقولوا حنايا. هاد السيد ما كانش في الاول بحال هكا، قلت لك كان شاف كويزيني، انا كنت كنشوفو كيخدم باش ما نكذبش، باش ربي يبقى ناصرني خاصني نقول الحقيقه، كنت كنشوفو كيخدم كيدير لي اللايف وكنشوفو خدام شاف كويزيني، ولكن منين وقفت جات كورونا وقف على الخدمه صافي، وقبل من كورونا صافي ما بقاش خدام وداك الشيء، رسلوه هذوك الناس اللي كان خدام معاهم برا، صافي بدا في التجاره ديال المخدرات وداك الشيء، صافي اين فوا انا كيفاش حصلتيه وباش عرفتيه كيبيع الحشيشه زهيرة؟ حيت كثرت الفلوس بزاف. كيفاش كثرت الفلوس؟ عاودي لي من الاول كيفاش حصلتيه وكيفاش عرفتي الفلوس، داكشي اللي عاودتي لي قبيله عاودي لي دابا بالتفاصيل اختي زهيرة. انا شفت الفلوس عنده كثيره، والصراحه كنت كنقول حيت يمكن الاهل ديالو شويه عندهم فلوس، يمكن هذا هو السبب، ولكن مع المده بان لي داكشي كيكثر بزاف، ودخلت ما نكذبش يعني دخلت التليفون ديالو تجسست عليه وشفت شي حوايج اللي كيخلعوا. شنو هما هاد الحوايج اللي شفتي؟ يعني عرفت تاكدت بانه تيتاجر في باش عرفتي؟ عاودي لي يعني كما قلتي انك سمعتي رسائل، شنو هو الرسائل، شنو كيتقال فيهم؟ عاودي لي يعني باش الناس يعرفوا واش تيدير الشيء غير هما باش تعرف واحد الحاجه، هما كيهضروا بواحد اللغه ما يقدر يفهمها غير الواحد اللي كيتاجر في هذا الشيء. انا بحكم انني عشت وعاشرت 7 سنين فانا عرفت اللغه ديالهم، يعني حتى الاسماء ديالهم كتقلب باش في التليفون الا كان كيتسجل ولا كان شي حاجه ما يبانش شنو كيديروا، كيعطيو مثلا هاد السخره راه غاده بلاصه الفلانيه، هاد الماكله راه غاده، ما تيهضروش بالمعاني، ولكن مع المده وداكشي بقيت كنقلب ونشوف داكشي بان لي داكشي. يعني كيف ما قلتي لي قبيله كيتصل بصاحبو تيقول لي راه الخبزه وصلت هنايا. فوالا داكشي ما تقدرش تفهمو الا انا حيت عشت معاهم بزاف، عشت معاه بزاف، فبديت كنفهم بشويه 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 بشويه، وخاصه صراحه ان داك النفوذ اللي كان عنده وانهم ما كانوش كيتشدوا، وهذا كنت كنعرف بانهم، انا كنت كنقول كان احتمال الاول كنقول راه عنده الفلوس، ولكن ملي شفت الفلوس كيجيو بواحد الطريقه كثيره، والسيد كان كيبيع 20 من يخرج من الخدمه كان كيبيع 20 في الملابس، شويه ولا عنده داكشي صافي، ولكن مني تاكدت فاش تاكدت صراحه نهار اللي تاكدت انا يعني واجهته، صافي مني واجهته. كيفاش واجهتي وكيفاش تاكدتي انت؟ حاولي تقربي غير الميكرو شويه عافاك اختي زهيره، يعني كيفاش واجهتي وكيفاش تقبلتي هذا الامر وكيفاش تحصلتي باللي بصح هذا بارون ديال المخدرات؟ انا السيد اللي صاحبه الروح معروف بانه كيتعاجر في داكشي وما كيتفارقش عليه، وديما وكان كيدير لي شي فعيل اللي ما يتقبلهمش راجل حر وعنده كرامه لمرته، يعني انا جيت عنده كنت كيدير لي شي حوايج يعني ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يعني بحال اللي مرات تغير على راجلها. كيفاش؟ وضح لي باش نعرف. واحد الحب ليه خيالي، ورغم انه كيشوفو كيتاجر داك الشيء ما كيهضرش معاه، ما كي يعني عاجبو صاحبو هذاك الشيء. وضح لي اكثر اختي زهيره باش نفهم، ما فهمتش. حتى انا قصتي شي داخل في شي. لا دابا كيفاش يعني كنتي كتغيري من صاحب راجلك كيفاش؟ ممكن غير
علاش منه في الاخير كيبقى راجل، ولكن هو هذاك السيد كان مريض نفسي. انا كان كلشي عارفوا انه كيتعجب، وكان كيخفي داك الشيء، يعني في داير واحد الشركه ديال الاشهار وكيخفي. هذيك الشركه ديال الاشهار هي اللي كانت كتحول البلايك اللي كانوا كيتبعوني انا، يعني شي مثلا انا صورت شي طوموبيله تابعاني لغد اللي كنلقى كيقول لي هو ما عندك ما تصوري، احنا بدلنا لها البلاكه، سيري عاوديها للطريق. البلايك ديال الطوموبيلات كان كيزورهم كيدقهم كيف ما كنقولوا حنا. يعني انا تبعني شي واحد لغد لي كيبدلوها قدامي، سيري ما عندك ما ديريش بغيت ديريها، انا يقولوا مسطيه هادشي اللي كيخسر، كيقول لي انا غنبدل وغادي يقولوا مسطيه سيري ملي فوتي المخزن ليه، كيقول لي ديتك في جيبي. واخا شي صغيره ملي عقتي بانه بارون مخدرات طلقتو، هربت. كيفاش ضربك وكيفاش بغى يقتلك وكيفاش تبغى يقتل لك ولادك؟ كان واكل شي حاجه، كان واكل داكشي، يعني ما كانت كتخرج له واحد الكشكوشه بيضاء من فمه، يعني السيد كان واكل داكشي باش ما نكذبش يعني. ومشيت ضربني خرجت، يعني سمح لي في هذه الكلمه ولكن حتى الناس كنعتذر منهم، كان عاريه. خرجت انني نسلط الحوايج ديالي اللي كان هو حيت هو كان قابض فيا، نسلط الحوايج ديالي عطيتهم له وخرجت انايا. ديك الساعه باقا انا عندي 40 يوم يلا ولدت بنتي وكملت النفس ديالي. النهار اللي كملت النفس ديالي خارج الفيسه كيف ما كنقولوا حنا. خرجت الكوميساريه طلبت منهم العون وداك الشيء، وداز قدامهم بالطوموبيل وقلت له شوف اخويا شدو. قال لي واش انا عندي طياره؟ اشنو ندير لك انا عندي طياره؟ صافي هي هذيك. طلقت جمعت حويجاتي، قلت كما كيقولوا المغاربه قلب ونشقلب، يعني نمشي لمدينه اخرى ونمشي ونبدل الاثار. يعني وليتي كتفكري انك تخوي المدينه على انك تبقاي مع هذا السيد هذا. وفعلا خويت المدينه وخوتي قالوا بانني انا شريت الدار وانني درت مزيان وانني درت لاباس عليا وهادي. ما قالوش راه حنا بقينا كنضغطوا على تخرجت انا وراجل، حنا وراجلها تخرجت. ما قالوش حنا كنا كنحرشوا ناس كنعطيوهم الفلوس باش يديروا اعمال شيطانيه باش يخرجوا. انا ما كتقرش فيا داكشي سبحان الله، حيت ربي ملي تتصبر تي صافي تيعاونك، تعطيك واحد القدره. هذا الشيء هو اللي يخليهم خايفين مني حتى لدابا، واخا هما عندهم فلوس انا عندي شي حاجه اللي ما عندهمش هما، هو الايمان بالله سبحانه وتعالى. واخا عاودي لي اختي زهيره كيفاش خوتك تقلبوا عليك وكيفاش خوتك حصلتيهم انهم بغاو يسموا لك ولدك وبغاو يقتلوه؟ هذه ديال التسميم ماشي مره ماشي جوج، انا كنت كنقول واقيلا حيت الغيره، وحيت هادشي كان قبل ما يجي هذا الراجل باش ما نكذبوش. يعني هما كنت انا متفاهماش مع خوتي قبل ما يجي هذا الراجل باش نكونوا واقعيين. يعني انا مني شت هاد السيد يعني تابعني داكشي قلبت واش قلبت. هما كنمشي عندهم كنقول لهم اخوتي انا راه غادي نمشي صافي، وكنقلب وكنمشي في حالي وكنخليهم. هما اش كيديروا؟ كيهزوا التليفون كيتواصلوا معها، هي مشات للبلاصه الفلانيه. خوتك باعوك زهيره؟ انا غنقول لك لايف، يعني انا جا عندي واحد السيد وطلب مني الزواج ومشيت عندهم وقلتها لهم. كنت تصدم بان داك السيد كيعيط ليا وكيقول لي شوفي راه عيطوا لي واحد الناس وقالوا لي عليك. ملي جينا نشوفوا الفيسبوك لقينا ديال بنت اختي. اش قالوا لي؟ كتقول له بعد على ديك السيده ما مزياناش ما هادي. انا هاد الهضره راه تيقولوها حتى في الدرب ديالنا حتى الحي ديالنا اللي كنت انا كلشي كنمشيو ولا دخلتوا للدرب وغتسولوا راه انا كنت كنمشي وراسي في الحيط، كنمشي وراسي في الارض حتى كنتصالح مع شي حاجه ما كنقدرش نهز عيني من الارض. ما كان حتى شي حد كيقولها فيا خايبه. حتى جاو هما خوتي وقفت اختي وشوهتنا في الدرب وقالت لماما مسكينه مرا كبيره هي دابا حاليا كتعاني من زهايمر بسببهم، حيت داو لها الدار بقات في هذيك الصدمه ديال دارها، حيت با ما دار داك الدار حتى شد لانتريت عاد كمل التريسه ديالها. يعني ما شافها مسكين ما دار حتى شاف الويل هذاك السيد مسكين. واخا اختي زهيره الله يرحمه شنو اللي خلى ان هاد الناس هادو اللي هما خوتك يلوحوا بهم اختي؟ انا كنقول لك الواقع، رتبوا لينا خطه مزيان درسوها وجلسوا تفاهموا عاد جراو علينا. اش داروا؟ جاو عندنا كل مره اش كيقول واحد وحنا راه خاصنا نبيعوا، خاصنا الدرب خايب ها هذه خايبه هذه. حنا كنقولوا راه لا بعناها راه غادي نمشيو نشريو شي دار كرف منها، راه ما غنلقاوش بحال عام 9. وكنجلسوا كنسكتوا شويه. ناض الماء بدات الغيره هذه مالها بركه في الدار عليا انا. كيسحبوا الوالده حيت هما داروا لها الوكاله فاش مات الوالد، كيسحبوها شي نهار عندهم داك التخوف شي نهار غتكتبها ليا. فهمتي كيفاش؟ فديما هما كيقولوا انا شي نهار تكتبها لزهره شي نهار تكتبها ليها. ما انا اصلا ما نقدرش نقول لها انا راه عشت مع ماما دابا ماما راه 3 سنين انا وياها في دار عايشين، يعني ما عمرني قلت لها ماما كتبها ليا حيت ما نقدرش، حيت كما كان الحال حق ديالهم.
ما نقدرش ندي لهم حقهم. يجي انا واحد الوقت، يجي واحد الوقت انا وليداتي تا هما يجي اللي ياخذ لهم حقهم. هذا ما كان. اما هما جات اختي وغوتات في الزنقه وكاينين الناس وقالت لها خرجي من الدار. هذه كانت اول مره غتقولها لينا، وحنا خدينا داكشي ديالها هباء منثورا، خديناه ما تسوقناش كما كنقولوا. قلنا واصلا عندها مات ديال مال الوراق بسميتها، هي راه كانت ديجا هذيك السيده في الموت ديال الوالد. هاد الاخت ديالي خدات الوراق ديال الدار ديال امي، هزتهم وخداتهم وخباتهم، هزتهم خداتهم وخباتهم. يعني هي هما ناويين الشر من الموت ديال الوالد. زهرة نسولك وجاوبيني بصراحة، انت مشي حد تزوج شي بهاد السيد؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، او غتجيك غريبه ولكن ما ندمتش. عرفتي علاش؟ حيت كون ما كانش هاد السيد وما وقعش هاد الشيء ما كنتش غنعرف خوتي هم خايبين. خوتي كنت كنعرفهم خايبين ولكن ما كنتش كنعرفهم بانهم لهاد الدرجه. يعني اكتشفت بانهم كيوصلوا هضرتي، انهم كيهضروا مع الناس اللي كنعرفهم، سواء مرا خدمت عندها، سواء صاحبتي، سواء شي وحده كنشري من عندها الحوايج، غير ماكازا كنمشي عندها كنشري من عندها الحوايج، كتمشي كيقولوا لها ناري بعدي منها، فاعله ساحره، دايره تاركه اي حاجه. علاش؟ ولكن اللي كنعرفك شي ظاهره هي ان مثلا الى راجلك طلع ما مزيانش، حصلتي راجلك بزناس بغيتي تطلقي، خوتي غيجيو منك. لا هما اش كيقولوا كنقول لهم انا واحد الكلمه قلتها لهم فاش كنا في الطلاق، حيت كنت باغا نهرب منه، قلتها لخوتي وانا عارفه اش كنقول. قلت لهم شوفوا ما تدخلوش خليوني نطلق منه، هذه هي اللي قلتها. هما شدوا هذيك الكلمه، ولو فين ما كان وقع شي مشكل كنمشي عندهم نحكي عليهم كيقولوا لي ايوا انت داك النهار قلتي ما تدخلوش، ولكن انا قلت لهم ما تدخلوش في الطلاق يخليوني نبعد منه. وهو قالها لهم في المحكمه، قال لهم بعدوا مني. جات اختي كحاكم صلح، يعني في الجلسه الاخرى كيكون واحد الحاكم صلح كيصالح ما بين الزوجين. جات اختي اللي انا درت حكم الصلح بيناتنا، جات وقالت له اجي باش ندوي معاك في المحكمه. دفعها وقال لها بعدي مني، انت تهضري معايا وكلشي تتواصلي معايا وما تقولش ليا اجي شوف ولادك. يعني تفضحت ما بديت كيبان لي الفيلم. شنو اللي خلاك اختي زهيره انك تخرجي وتبوحي بهاد السر ديال المغاربه كاملين؟ نقول لك واحد الحاجه، انا هذاك الشيء كنت خازناه في قلبي، وكنقول ما نفضحش خوتي، حيت انا واخا هكاك هما واخا داروا فيا هادشي كامل. واحد الحاجه نقولها لك والله تعزز عليا، عزاز على خوتك، يعني واخا ضروك ما قدرتيش تاديهم نتيا. بغيت نكرههم، ما عرفتش نكرههم، كنقول يا ربي نكرههم، ما عرفت كيفاش برد ليهم الدم ديالهم، ما عرفتش كيفاش هاد الناس توحش لهاد الدرجه. انا ما عنديش، وحاليا مولك راجل عليا ولا على حوايجي، ولكن انا ما نقدرش يجي عندي شي واحد يعطيني الفلوس يقول لي سير بيع خوك وناخذو، نقولوا لا راه غنخاف على وليداتي غير شي واحد النهار غير دار ليهم. وهما عارفين هاد الكلام اللي كنقولوا دابا راه صاري فيهم، حيت كلهم امراض وكلهم معاناه، وعمرهم ما شافوا نهار بيض من نهار دخلوا معايا في هاد الحرب، حيت ما تيتحاربوش معايا، يتحاربوا مع راسهم. وهما تيقولوا حنا ما عرفناش انت واش شي بنادم ولا جنيه، علاش هادشي كامل اللي طاري فيك وباقا واقفه، حيت هما تيعبدوا الله وانا تنبغيه، هما تيعبدوا الله اما انا تنبغيه. هاد الناس هادو اللي اداوك اللي هما خوتك اللي كانوا كيشوفوك دابا اش تبغي تقولي لهم زهر؟ انا خايفه عليهم والله خايفه عليهم. علاش خايفه عليهم زهر؟ كنديروا شي حاجه خايبه ما كيتحاسبش معنا، حنا كيتحاسب في ولادنا، يعني هما غياخذوا عقاب في ولادهم. وانا ما بغيتش نبقى انا كنقول يا ربي نغبر لشي قوم ما يشوفني في حتى شي واحد، ما بغيتش نشوف الاداء، ما بغيتش نحضر داك النهار اللي غيتعذبوا فيه، حيت دابا حتى الان كيتعذبوا ببطء. ولكن انا حاسه بان غتجيو شي حاجه قدره كبيره، حيت هما ماشي اداوني انا، اداو الوالدين. عرفتي شنو هي امك امي؟ انا واحد العمله نادره، ماشي امي مسكينه تعذبت، كلات على العصا على ودنا، كلات العصا على ودنا. انا صغيره فيهم وما حضرتش المعاناه ديال امي، والله ما حضرت ليها، هما اللي حضروا ليها، وما ما وقفتش داكشي، ما وقفش لهم بين عينيهم ولا لحظه. اما انا الصغيره فيهم وما غير سامعه ديك المعاناه اللي عاشت امي وبقات فيا وخليتها معايا. انا كيعطيني 28 الف ريال للشهر فيها الكرا، فيها 16000 ريال ديال الكرا، يعني هاد 16000 ريال ما كانتش في عهد محمد الخامس، هاد 16000 ريال الكرا وشاده. وكنقول اللهم هاد البركه، ولا كنمشي انا نتقاتل وكلشي ونخلص المدرسه من عندي كلشي، وعندي مساجات كنقول له خلص المدرسه، يقول لي لا ما عندي، انا ما غاديش نبقى مقاده.
واخا اختي زهيره رسالتك للزوج ديالك اللي كان كيشوفك دابا شنو تقولي ليه؟ يعني كما قلتي انك انت مابقيتي باغا والو، بغيتي يبعد منك ويعطيك راحتك باش تعيشي مرتاحه. انا بغيت غير نعرف شنو مشكلته معايا. انا بغيت غير نقول له واحد الحاجه، راه واخا تشوهني، راه انا راه تشوهتيني ودرتي تصاون تريكين وما خليتي ما درتي وصيفطتي لي رجال، صيفطتي لي رجال وعندي الواتساب وعارفه كيفاش دخلتي وجبت عن طريق اندرويد الناس اللي داخلين وعرفت بزاف د الحوايج. راه ماشي كتخسر لي صورتي، لا تتخسر صورة وليداتك، حيت هما ملي كيعيروا شي حد راه ما تيقولوش له امك فاعله، تيقولوا راه ولد الفاعله. يعني انت تتخسر لهم سمعتهم هما، راه محال وما كاينش شي انسان في الدنيا مش تتشد وليداتها لسنيناتها. اين تتعذبني؟ لا ما تتعذبني، تتعذب هاد الدراري ملي تيدخلوا للمدرسه وتتخرجهم، تتعذب هاد الدراري مساكن ما تيقدروش يضحكوا، والله ما تيضحكوا، والاساتذه ديالهم عارفين انهم ما تيقدروش يبتسموا. حيت هاد الوليدات ولاو عايشين في واحد الخوف، كيكونوا غاديين حتى كيبداو يخلعوا فيهم، كيوقفوهم، كيقول لهم امكم فاعله امكم تاركه. وانا سيدي انا فاعله وتاركه، هاد الدراري داروا، وانت منين انا فاعله وتاركه 3 سنين وانت تابعني، عاد هادشي بان 3 سنين وانت مقابلني، 3 سنين وانت متابعني، 3 سنين وانت كتصيفط وما عمرك شتيتي عليا شي حاجه الا ناضتي بزي كدير داكشي ديال التريكاج. وانا مشيت ودرت شكايه في الرئاسه العامه بان داكشي ملفق، وثبت لي بان داكشي ماشي ملفق. علاش؟ حيت ما لقيتي حتى دخله، حيت مني بلغت بك بانك كتاجر في المخدرات ما تسرطتش لك وما تسرطتش لهم، وانا عارفه دوك كاملين تما ما مسلطاش لهم بانني انا ماشي مشكلتهم هو انني انا. كما قلتي لي زهيره انك كنتي كتدخلي عليه للدار كتلقاي الخناشي ديال الفلوس في الدار. الفلوس كيفاش القضيه ديال الهوندا اللي قلتي تفاجاتي انك لقيتي هوندا في التلفازه بانت ما فهمتش كنت انا نهار اللي درت، حيت انا مني ما نقولها بصراحه، يعني انا مني ما عطونيش حقي في الدائره اللي انا كنتمي ليها، صافي هزيت ورقاتي ومشيت للرئاسه العامه. تما اللي تعاملت كانسان، تما حسيت راسي انني بشر، ما عطاوني الوقت وهضروا معايا وهادي وشنو، تما اللي تنفست شويه. هي هذيك، واخا انني ملي كنمشي كنلقاهم حدا الباب كيهدوا وتبعوني حتى للرباط وكيديروا السماعات في ودنيهم زعما حنا راه مافيا، وكيصلعوا وكيديروا مضادر ديال 600 ريال وتيخلعوا فيا. كيفاش لا دخلت عليهم حتى القهوه انا وقلت لهم ما تنخافش منكم. كيفاش القضيه ديال الهوندا شرحي لي. ديال الهوندا، انني انا نهار اللي درت الشكايه في الرئاسه العامه هما عاقوا بجنابهم، يعني حسوا عارف، حيت بحكم انهم تبعوني تمشيت وهذا وداكشي، حيت ما تيخليوناش نتنفسوا، ولو تمشي للحمام يتبعوك. هي هذيك مني مشيت للرئاسه هما عرفوني مشيت، يعني غادي تجي حيت الانفو ملي كتمشي انت للرئاسه كتخرج واحد اللجنه كدير بحث على داكشي واش كاين ولا ما كاينش، هذا هو قانون. هما شموا عرفوا بان اللجنه غتجي، بحكم هو تيهضر مع الناس ديال السلطات وكيفهموا شنو كيدير شنو يدير، كيفهموا شنو يدير وشنو يفعل وهذا، حيت هو باش يهضر معاك وسمح لي في هذه الكلمه هو ما ذكيش لواحد الدرجه اللي غادي يعرف هذا الشيء كامل، حيت كون كان ذكي ما غاديش يدير صور مفبركه، هو عارف بان غتقلب عليه من غيعرفوا هوندا. فوالا منين مشيت انا للرئاسه هزوت سيدي داكشي اللي عندهم دايرينو في واحد الكراج، هزيتوه خبيتوه حطيتو لي عندي فيديو، حاطين عليه 4 حارسينو، شي من هنا شي من هنا، واحد في راس الدرب واحد في راس الهي، خشيتو داكشي هزيتوه. من بعد في الليل اش كنتفاجئ بانني شفت في الاذاعه الوطنيه كاينه واحد الهوندا لقاوها في برشيد، يعني عن طريق يعني من خلال المراقبه التراب الوطني لقاو بان هذيك الهوندا تحطت في برشيد ومواليها اللي كانوا سايقين هربوا وخلاوها، وكان فيها الغبره وكان فيها، وهي الهوندا اللي شفت انا خارجه. الهوندا ديال راجلك؟ هذيك الهوندا اللي خرجت. واش متاكده من هاد الهضره اختي صغيره؟ كما كتشوفوا انا دابا راه عايشه بحال الحبس، راه ما خلاوناش، راه بغينا نهربوا ما بقيناش نهربوا. وامي لاندريس ديالها ديال با مسكين دايره عندها مسكينه غير 28 ريال، عندها غير 28 ريال، شدوها ليها مشينا للبنك بغينا نتخلصوا، قالنا هاد السيده ما عندهاش الفلوس في البنك. كيفاش السيده ما عندهاش الفلوس في البنك وهي مسكينه عندها يعني رزق راجلها هذا؟ حبسوا علينا اي حاجه فيها الفلوس، تمشينا لمدينه اخرى عاد جبدنا الفلوس ديال امي. هذا الشيء ما يمكنش يديروا انسان عادي الا كان شي حد سلطوي باش تقطعوا ليها الجناح ديالها ما تخليوهاش. مشيت بغيت نبيع فراشي باش نعيشوا ناكل، عطاو التعليمات لهذوك كاع صحاب الفراش ما تشريوش من عندها. موالي الحوانت كنشري من عندهم قسما بالله العظيم كيبيعوا ليا بالزز بالخزين، كيبغيوش يبيعوا ليا الماكله.
قال لهم ما تعتقوها، خليهم ما تموت تما في داك الدار. مني انا حتى من الخدمه ديالي صح السيد هذا. ترافولتا اسمع لي بالكلمه، ولكن هذا السيد ماشي صاصع، ولكن الفلوس رجعت منو صاصع. ولكن باش تولي ان الحانوت ما يخليكش تدخلي ليه تقداي منه راه فيه. حيت هما هاد الاوامر. شوف دابا انا مثلا سلطويه جيت عندك قلت لك ما تعطيش هاد السيده مثلا فلوسها في البنك، ولا ما تعطيهاش ولا ما ديرش ليها، راه غتخاف مني لا شي نهار دير لي شي مونتي ولا شي حاجه. حيت هذوك الناس كاملين انا كنعذرهم، هذوك الشباب كاملين اللي كانوا كيرشيهم وكانوا كيتبعوني وكانوا كيسبوني، وانا دخلت عندهم حتى القهوه وهددت وقلتها لهم، قلت لهم شوف انا ما خايفاش منكم، انا ما خايفاش منكم. اللي سالتك الناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوك دابا اش بغيت تقولي لهم؟ انا راه ما عنديش مشكل، انا راه عشت ما عنديش مشكل، انا صافي قانعه. الا كنت غنموت دابا من بعد الفيديو ما عنديش مشكل والله. ما انا راه حيت انا صافي كيبان لي وجه الله احسن ليا من العبد. ولكن انا بغيت هاد الوليدات هادو ماش ذنبهم، هذا واش ذنبهم تخرجوا من المدرسه من المدينه 4 سنين، هما كيتنقلوا، هما اليوم يباتوا في دار غدا يباتوا في دار، اليوم يباتوا في دار غدا يباتوا في دار. اش ذنب هاد الدراري؟ وانا ما كنتسواش ما مزياناش، ولكن هاد الوليدات علاش راه كاينين شي عيالات كانوا ما عرفتش شنو كيديروا، ورجالهم كيستروهم وكيقول لهم على ولد وليداتي ما نفضحهاش، ولكن انا ما دايره والو. انا كون كنت دايره شي حاجه راه ما نطلعش للرئاسه، انا كون كنت دايره شي حاجه ما تجيش البال فيا. انا حيت انا عارفه ربي تينصر المظلوم، وحاشا لله حاشا لله. واش انا ما كرهتوش ليا حقي، انا ما ضريتونيش، انا والله ما ضريتوني. انا ناصرني ربي عليكم، حيت انا كنشوفكم هذيك الحاله اللي نتوما فيها ماشي ديال شي واحد هاني ولا مرتاح ولا قوي، هذيك ديال شي واحد ضعيف خايف من الغد. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام ديال القصه ديال هاد الشابه هذه اللي نقدروا نقولوا انها تعرضت للظلم والاعتداء من طرف الزوج ديالها للزوجات، وكما قالت انه طباخ في الاخير طلع بزناز تاجر مخدرات. بزاف ديال الناس كيتسالوا قالوا لها علاش تخرجي وعلاش دويتي سيري عند البوليس وحنا مالنا. فانا غنجاوبكم في بلاصتها. ظاهره كتقول لك انها كتهدد بالقتل، ظاهره كتقول لك انها مسكينه ما خلاتش فين مشات، انها اليوم في المحمديه غدا غتمشي دابا غتمشي لمدينه اخرى ما تبقاش في المحمديه، هربانه غير بالخوف لا راجلها يصيفط لها شي عصابه يقتلوها. فكنتمناو انكم تشوفوا من حالات السيده هذه، ولنا كامل ثقه في القضاء المغربي انهم يتدخلوا ويعتقوا هاد الوليدات هادو اللي حياتهم في خطر. الى هنا مشاهدي قناه شاب، قناه شوف تلفزيون شباب القدر، على امل ان نلقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.